الاهلي بيقع في مجموعه ناريه مع مين؟ مع مامولودي سان داونز اللي ملازم النادي الاهلي من 2019 لحد يومنا النهارده، وايضا فريق الهلال السوداني. عشان فريق سان داونز من 3 اعوام او 4 يفضل ملازم النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا لحد يومنا ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقه اليوم حلقه تكون مليئه بالاحداث المثيره والكثيره المحليه والعالميه، ولكن فضلا وليس امرا قبل بدايه الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي يقع كالعاده زي قرعه كل سنه في مجموعه ناريه بتضم النادي الاهلي على راس المجموعه كتصنيف اول، مامولودي سان داونز تصنيف ثاني، الهلال السوداني تصنيف ثالث، واخيرا المستجد في المجموعه وليس في البطوله القطن الكاميروني كتصنيف رابع. كنا بنقع في ال3 سنين اللي فاتوا مع سان داونز ومع الهلال ومع المريخ السوداني، لكن النهارده المريخ راح للزمالك عشان يكون قدام نادي الزمالك فرصه انه ياخد 6 نقط، لانه هيلاعب المريخ في القاهره في الماتشين بتوع المريخ وماتش بتاع نادي الزمالك. وايضا مجموعه الزمالك ضمت مين؟ المتآمرين عليهم الموسم اللي فات، فريق الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد الجزائري اللي عملوا مؤامره ضد نادي الزمالك في دوري الابطال الموسم اللي فات، واتفقوا على خروج نادي الزمالك من دور المجموعات وهو دور ال16 عشان تيجي الفرصه ويكون الانتقام حاضر للفريق الابيض. ولكن يا ترى هل ترى هل فعلا هينتقم الزمالك ولا كالعاده هيخرج من دور المجموعات؟ نرجع ونقول هو سان داونز ده يعني ما طلع لنا في البخت، مكتوب لنا في الحظ. كل سنه سان داونز، ولكن دي بشرة خير على فكره، انا بتفائل بيهم والله سواء هم او الزمالك، ايا كان مين اللي بيقع معانا في المجموعه، لان كل ما بنقابل حد فيهم سواء في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه، طبعا بغض النظر عن 2019 خماسيه سان داونز، النادي الاهلي يتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا. فهو فال خير جدا للاهلاويه سواء سان داونز معانا او نادي الزمالك، ولكن انا بتكلم عن ان كل سنه بيجي سان داونز معانا في المجموعه او في الادوار الاقصائيه. يعني سان داونز لو ما جاش معانا في دور المجموعات ممكن تلاقينا تطلعنا في دور الثمانيه، ممكن تلاقينا تطلعنا في السيمي فاينل، ولكن ال3 فرق اللي في مجموعه الاهلي ال3 عندهم طار من الاهلي. هتقول لي عندهم طار من الاهلي ازاي؟ هقول لك. سان داونز احنا كسبناها كتير اللهم لك الحمد، ولكن في 2001 النادي الاهلي فاز بالبطوله على حساب مين؟ على حساب مامولودي سان داونز لما فاز في الذهاب 3-0 وفي العوده 1-1 في المباراه النهائيه وتوج بدوري ابطال افريقيا. سنه 87 النادي الاهلي فاز بلقبه الثاني على فريق الهلال السوداني لما الاهلي كسب في القاهره 2-0 وتعادل سلبي في السودان. و2008 كان القطن الكاميروني 2-0 في القاهره و2-2 في الكاميرون. فال3 فرق اللي في مجموعه الاهلي عندهم طار مع النادي الاهلي وخصوصا في المباريات النهائيه. نيجي لنادي الزمالك اللي زي ما قلت وقع مع الترجي التونسي ومع شباب بلوزداد الجزائري ومع نادي المريخ السوداني. فالزمالك عنده فرصه للصعود السنه دي حتميه، الا وهي انه يضمن بنسبه كبيره الماتشين بتوع المريخ عشان نشوف نادي الزمالك موجود في دور الثمانيه ويقدروا يعدوا دور ال16 ويقدروا يكسبوا شباب بلوزداد والترجي في القاهره. كده هيكون عندهم 12 نقطه، يا اما بنسبه كبيره تصنيف اول يا اما ممكن يصعدوا تصنيف ثاني، الا اذا تخاذل لعيبه نادي الزمالك في حق نفسهم قبل حق جمهورهم وحق ناديهم وما قدروش يعملوا اي نتيجه ويحسنوا وضعهم سواء في الموسم اللي فات او اللي قبله او في ال 22 سنه اللي فاتت عموما، بغض النظر ان هم وصلوا للفاينل مرتين، مره قدام سان داونز ومره قدام الاهلي وخسروهم. ولكن انا بتكلم عامه انهم لازم ياخدوا طارهم ويردوا زيهم زي النادي الاهلي. انا بتكلم كفريق مصري، انا مش بتكلم من مش موضوع ان انا بهنتمي للزمالك او هدافع عن الزمالك، انا هدافع عنه كفريق مصري في البطوله، ولكن قدام الاهلي ده حاجه ثانيه وراي ثاني. ولكني هرجع واقول ان النادي الاهلي قادر وبعون الله على الصعود اول المجموعه، ويعني اما بالقليل خالص او بالميت لا قدر الله ممكن تاني المجموعه. فالنادي الاهلي قادر على حسم المواجهات من ال3 مواجهات الاولى والصعود الى الكوارتر فاينل والى دور الثمانيه. هنيجي النهارده لمباراه النادي الاهلي امام الاتحاد السكندري واللي فاز بيها المارد الاحمر
بنتيجة 3-0. الأهداف كانت لكل من اللاعب بيرسي تاو وياسر إبراهيم والأسد أكرم توفيق، ولكن أنا هتكلم عن ياسر إبراهيم شوية. ياسر النهاردة عشان جاب جول هيقرفنا بقى، يروح قام عامل ضربتين جزاء. الأولى تصدى لها الأخطبوط محمد الشناوي ببراعة، والثانية كانت ضربة جزاء وهمية. أيوة بالفعل هي كانت ضربة جزاء وهمية. هتقول لي كانت وهمية إزاي؟ هقول لك. اللاعب مصطفى سعد ميسي هو اللي جري وخبط رجله في رجل الشناوي ورمى نفسه، والحكم حسبها ضربة جزاء عشان تيجي عدالة السماء واللاعب يسدد الكرة خارج المرمى تماما، ويتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة ويعتلي القمة حتى الآن وحيدا على الصدارة بلا تعادل أو خسارة. بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب اللهم لا حسد، ودايما النادي الأهلي نتمنى له الاستمرارية. ولكن اليوم ياسر إبراهيم ما كانش في التوب فورم زي ما ذكرت في الحلقات اللي فاتت وقلت، وإن النادي الأهلي ما زال عنده أخطاء في غياب محمود متولي أو محمد عبد المنعم لو ما شاركش، بأن اللعيبة الاحتياطية بسبب قلة المشاركات في المباريات سواء في الدوري المحلي أو في بطولة أفريقيا. طبعا اللي بيلعب كورة طول ما رجله في الملعب شغال، الخطأ وارد، ما فيش مفر منه، لابد منه، ده خطأ وارد أكيد. بس أنا بتكلم عموما إن لاعب ياسر إبراهيم قام النهارده بخطأين كانوا كفيلين إنهم يرجعوا الفريق السكندري للمباراة، ولكن كان للشناوي رأي آخر. الشناوي اللي أنا بعتبره النهارده كواحد من التوب فورم، زي ما قعد معاه مارسيل كولر وقعد معاه مدرب الحراس ميشيل يانكون، وقالوا له انه لازم يرجع لمستواه، لان الاثنين الاداريين مش حابين سياسه تدوير حراسه المرمى في النادي الاهلي زي ما ذكرت قبل كده. والنهارده النادي الاسماعيلي بيتعادل سلبيا مع فيوتشر لكي يواصل مسلسل الهبوط واهدار النقاط ويكون في مؤخره الدوري. طبعا يعني كل الحزن والاسف للدراويش بان احنا نشوف من نادي بحجم فريق نادي الاسماعيلي بالمستوى ده لمده 3 أو 4 سنين فاتوا. والنهارده كان في مباراه ما بين سيراميكا وحرس الحدود وخلصت بنتيجه 2-1 لفريق سيراميكا. هنيجي للكونفدراليه، وان نادي بيراميدز ونادي فيوتشر الاثنين وقعوا في مجموعه واحده، معاهم فريق من المغرب ومعاهم فريق تاني افريقي. الفريق المغربي مين؟ هو الفريق الجيش الملكي المغربي. تخيل 3 فرق عربيه في مجموعه واحده في الكونفدراليه، 3 فرق ناريه، بيراميدز وفيوتشر والجيش الملكي. طبعا كل الامتنان والتعزيز والتقدم للفريقين المصريين في البطوله الافريقيه، لفريق بيراميدز وفريق فيوتشر، بكونهم فريقين مصريين هيشاركوا في بطوله الكونفدراليه، فكل الدعم ليهم باذن الله. والنهارده معانا اخبار بان مارسيل كولر بيريد استعاده اللاعب كريم نيدفيد من نادي فيوتشر، ولانه في احتياج لخدماته طالب نادي فيوتشر تاني بان كريم نيدفيد يكون موجود في انتقالات يناير، وانه غاضب جدا بسبب اصابه طاهر محمد طاهر اللي حصلت، وان طاهر هيغيب لمده شهر. وان مديرنا الفني مارسيل كولر شدد على ان اللعيبه الاحتياطي لازم تكون بالتوب فورم كمان زيها زي اللعيبه الاساسيه، ده اللي كان شدد عليه المدير الفني مارسيل كولر النهارده. وباذن الله يواصل النادي الاهلي تقدمه سواء في بطوله افريقيا او في الدوري، عشان يتقدم النادي الاهلي من مزيد الى مزيد ومن نجاح الى نجاح. وبكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقه بكره ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.